السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله عايزين نجاوب على سؤال عنوان الحلقة، اللي هو هل الحياة في أمريكا كئيبة زي ما بعض الناس ما بتقول، ولا ده مجرد ادعاء وافتراء عليها؟ والحقيقة قبل ما نجاوب على السؤال ده عايزين نأكد على حاجة مهمة قوي، وهو إنه الكآبة إحساس نسبي، يعني بيختلف من شخص للتاني حسب تفضيلاته الشخصية وحسب نمط الحياة اللي كان عايشه قبل ما يجي هنا ويستقر في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك فيديو النهاردة هيكون عن شخصي أنا، بما إن أنا من مصر، من بلد ال100 مليون، وعشت في المملكة العربية السعودية لمدة 12 سنة قبل ما أجي هنا. فهكلمكم بناء على ملاحظاتي الشخصية يعني، وزي ما شرحت لكم خلفيتي بالظبط. من خلال ملاحظاتي هنا في الحياة في أمريكا، أنا شايف إنه في 4 عوامل ممكن تسبب الإحساس بالكآبة، وتخلينا مش عايشين مرتاحين نفسيا طوال الوقت. والأربع أسباب دول بخلاف الغربة، لأنه الغربة شيء شارح نفسه، لا خلاف عليه. لكن أنا هركز على الأربع عوامل التانيين اللي أنا استنبطتهم من ملاحظاتي هنا، واللي يمكن يكون في كتير من الناس مش بيركزوا عليها، أو مش يعني أو حاسين بيها، ولكن ما بيعبروش عنها، أو الكلمات ما بتسعفهمش إن هم يعبروا عنها بشكل كويس. قبل ما نبدأ الحلقة بس حابب أوضح نقطتين مهمين. الأولى هو إن أنا عايش في ولاية إنديانا من ساعة لما جيت هنا في أمريكا في سنة 2020. أنا ما عشتش في أي ولاية تانية هنا غير ولاية إنديانا، فلذلك لازم التنويه لو حسيت إنه في اختلافات. إنديانا بالتأكيد ما بتمثلش كل أمريكا، ولكن أنا شايف إن نمط الحياة هنا بيتشابه مع نمط الحياة في كتير من الولايات هنا في أمريكا. النقطة التانية هو ان انا مش عامل الفيديو ده من باب يعني الشكوى والتباكي، لا، انا عامل الفيديو ده من باب مشاركة الخبرات، لانه للاسف الشديد في ناس كتيرة جدا لما بتشوف النوعية دي من الفيديوهات بتاخدها ناحية المنطقة دي. لا، انا بس حابب اكد انه الحمد لله الواحد بيحمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمه عليه، وبيحمد ربنا سبحانه وتعالى خصوصا على عيشته هنا في امريكا. ولكن مشاركة الخبرات مطلوبة. يعني مثلا لو انت بتتفرج عليا من ولاية تانية وشايف ان انا بقول كلام انت حاسه وبتشوفه بعينك كل يوم، فانت هتطمن انك مش لوحدك على الكوكب، وان هناك اخرون يشاطرونك نفس الاحساس. لكن مثلا لو لقيت ان انا ببالغ او بقول كلام انت مش شايفه بيحصل، فهتناقشني في التعليقات وتقول لي. ولو انت واحد عايش بره امريكا وبتفكر انك تنقل هنا او تعيش هنا او تهاجر هنا، ففيديو زي ده هيديلك مجموعة إضاءات كده ويديلك إرشادات عن نمط الحياة ونموذج الحياة هنا عايش بيكون شكله إزاي يعني. بس فدي كانت مقدمة مطلوبة قبل ما نخش في الأربع عوامل اللي أنا شايفهم ممكن يسببوا حالة الكآبة عندنا في حياتنا هنا في أمريكا. اليوم هنا قصير جدا، يعني تقدر تقول كده إنه اليوم هنا هو فترة النهار فقط. الليل ده مرغي من حياة الأمريكان تماما، يعني مش موجود في حسبانهم. اليوم بتاعك هو الوقت اللي بيبقى فيه الشمس كده، زي ما انت شايف، زي ما انتوا شايفين كده، في شمس في نهار. ده اليوم. ابتدت الدنيا تضلم كده، اليوم انتهى. المشكلة انه الفترة اللي متاح فيها اليوم، اللي هي فترة النهار دي، انت بتقضي اغلبها في الشغل، يعني مع افتراض ان اغلب الناس بتشتغل بالنهار. يعني انا مثلا بنزل شغلي الساعة 9 الصبح، بخلص شغلي الساعة 7 بالليل. فتقريبا خلاص كده اليوم انتهى، لما مجرد ان انا بخرج من الشغل اليوم انتهى. ليه؟ لانه في اماكن بتبتدي تقفل من الساعة 8، واغلب الاماكن والمطاعم والمحلات بتبتدي تقفل من الساعة 9. تقدر تقول كده ان الساعة 9 دي هي منتصف الليل هنا في امريكا فعليا يعني. والقليل من الاماكن اللي بيفضل مفتوح بعد الساعة 9 بالليل. طيب ايه المشكلة في كده؟ المشكلة ان انت بتحس ان انت طول الوقت مضغوط، وان انت يومك مش مقضيك.
وان اليوم عمال يعدي بسرعة ومش منتج، انت يا دوبك بس بتروح تشتغل وخلاص، مش قادر تنجز امور تانية جنب يومك. ولذلك هتلاقي نفسك عمال تأجل في أنشطة كتير وفي مشاوير كتير للويك اند، اللي في النهاية مش هيكفي كل حاجة. يعني هو مش هيكفي وقت راحتك، مش هيكفي الوقت ان انت تنجز فيه المشاوير دي كلها. فده مع الوقت بيسبب لك احساس بالاكتئاب، ان يومك قصير وانت مش قادر تحقق فيه حاجات كتيرة جدا او تستمتع بيه كما ينبغي. انا مثلا حياتي في السعودية قبل كده، انا كنت بنزل شغلي الساعة 8، بكون في الشغل الساعة 8. المفروض ان شغلي رسميا كان منتهي 5:30. آه، فعليا احنا كنا بنخلص 7 أو 8. انتوا عارفين يعني نظام الشغل في الدول العربية عامل ازاي. اليوم رسميا في السعودية بينتهي الساعة 12 في منتصف الليل، يعني 11:59 ترمي الإبرة ترن. أنا معرفش طبعا الوضع دلوقتي اختلف ولا لأ، بس ده على أيام أنا وعلى الفترة اللي أنا كنت عايشها. فكنت أخرج من الشغل رغم إن أنا خارج متأخر، عندي وقت إن أنا أنجز حاجات خاصة بحياتي بره الشغل. يعني مثلا زوجتي كانت تطلب مني أحيانا أجيب مشتريات للبيت، فكنت أروح أشتري حاجات للبيت وأرجع. وكعادة أي زوجة مصرية أصيلة لازم تكون ناسي حاجة معينة كده، وسبحانك يا رب الحاجة دي لازم تكون شيء مهم جدا، ما ينفعش البيت يستناها. فكنت أنزل تاني واشتري الحاجة اللي ناقصة دي من جنب البيت. بلاش موضوع الطلبات، موضوع مثلا زي زيارات الطبيب دي من ضمن الحاجات اللي هنا في أمريكا لازم تضحي بشغلك عشان تعملها، لأن أغلب عيادات الأطباء هنا بتقفل على الساعة 5. إن ما كانش بعد كده يعني، إن ما كانش قبل كده كمان. فانت هنا لازم تستأذن من شغلك وتطلع لو انت مضطر ان انت تروح ايام الشغل. في السعودية لا، انا كان العيادات مسائية عادي، في عيادات بالنهار وعيادات بالمساء، وكل واحد بيروح حسب ظروف شغله. احنا في بعض الاحيان كنا بنطلب مواعيد الساعة 11 والساعة 12، لان كانت العيادات بتقفل الساعة 1 بالليل في بعض الاماكن. فكل الحاجات دي انت كنت قادر ان انت تنجزها في يومك. بلاش كل ده كمان، يعني ابسط ما فيها انا رجعت البيت واتعشيت، اتفرجت على المسلسل ولسه حاسس ان انا متضايق، يعني محتاج اعمل حاجه كمان. كان على الساعه 9:30 بالليل كده ولا 10، اروح نازل تحت البيت بس الف حوالين البيت في المنطقه اللي احنا فيها، بشوف الناس وهي رايحه وهي جايه، واشوف الناس اللي رايحه تشتري والمحلات اللي مفتوحه وبتاع، واطمن ان احوال البشريه بخير وكله تمام. بس كده خلاص، انا كده صفيت وعملت كده ايه، صفيت ذهني زي ما بيقولوا ورجعت البيت. كل ده انا بعمله في اليوم. لذلك انا عمري ما حسيت ان الويك اند بيروح مني، رغم ان انا كان عندي ويك اند واحد بس في السعوديه. انا كنت باخد يوم الجمعه، ما كنتش من اصحاب السبت. فانا كنت بقضي اليوم ده نص يوم، نص نوم. حتى يعني انا زوجتي دلوقتي بتستغربني، بتقول لي انت في الويك اند هنا بتصحى بدري جدا، انت مجنون يعني حد يعمل اللي انت بتعمله ده؟ فبقول لها انا كان في السعوديه مش خايف يفوتني حاجه، لان انا انجزت حاجات في الاسبوع، وفي الويك اند انا قايم لراحتي، انا نازل بس عشان اتفسح مش اكتر. انما هنا انا لو سبت نفسي شويه للنوم، اليوم طار، وكل الخطط والمشاوير اللي انت مأجلها طوال الاسبوع علشان تنجزها في الويك اند طارت. فقصر اليوم ده، قصر عمر اليوم بالتأكيد بيشكل ضغط عصبي عليك، صحيح مش كبير لكن مع الوقت هتحس انه من مسببات الاكتئاب هنا. الظلام او الضلمة. الضلمة هنا في امريكا اسلوب حياة. يعني الطبيعي انك تلاقي اغلب الاماكن هنا مظلمة بالليل، والاستثناء هو انك تلاقيها منورة. فاذا جن عليك الليل خلاص انت كده دخلت في بحر من الظلمات. هتلاقي ان اغلب الشوارع هنا مظلمه بالليل، خاصه في المناطق السكنيه، ولو لقيتها منوره هتلاقيها منوره كده باعمده نور بيسموها اورنامنتال، يعني تذكاريه كده او شكليه، بتبقى على شكل اعمده الاناره بتاعت العشرينات والثلاثينات، وبتطلع اضاءه خافته كده اللي هي يعني تقريبا كشاف موبايلك ممكن بيكون بيطلع اضاءه اقوى منها.
اذكر مثلا ايام لما انا كنت بعمل ديليفري بعد الشغل، كنت ساعات بنزل اشتغل بالليل كده، فكنت بدخل بعض المطاعم الامريكيه، تلاقي المطاعم يا دوبك يعني شبه مظلمه، الاضاءه فيها خافته جدا، ولمط بسيطه كده ولونها اصفر وبتاع، فحاجه يعني تثير الكآبه بشكل كبير يعني. فتولد عندي الاحساس ان هنا الضلمه ده موضوعه كبير يعني، اسلوب حياه زي ما قلت. فلما جيت بحثت عن الموضوع، كنت اكيد في سبب يعني لعشق الضلمه ده، فلقيت اسباب كتيره متعلقه، بيقول لك بالتلوث الضوئي وانه الانسان محتاج انه ينام في ضلمه شديده، وانه الاضاءه اللي في الخارج دي وفي الشوارع والحاجات دي ممكن تاثر على جوده النوم. كلها اسباب اكيد منطقيه، وكلها اسباب معقوله، ولكن في سبب واحد بس هو اللي مخليني مصدق كل اللي بيحصل ده، الا وهو تخفيض التكاليف. انه هنا في امريكا بيهتموا قوي بموضوع يعني تخفيض التكاليف، وكنت انا شايف ان دي شيء مش رفاهيه يعني. الضلمه الكتير اللي انت بتلاقيها بالليل دي مسببه للكآبه بشكل كبير جدا، ومش بس مسببه للكآبه، يعني النور مبهج، والنور بيديلك احساس بالامان وبالاطمئنان. انا واحد كنت عايش في مصر، لو انا داخل في مكان انا عارف ان المكان ده ضلمه انا ما بدخلوش، اخاف ان انا ادخله. فما جاش في بالي ابدا ان انا هعيش في بلد الطبيعي بتاعتها انها تكون ضلمه يعني. فيا موضوع الضلمه ده يعني هتستغربوه جدا، وخصوصا لو انت جاي من بلد مدينه مثلا، معتاد ان انت تنزل بيها بالليل الشوارع كلها منوره، سواء كان الشوارع العموميه او الجانبيه. فرغم اختلافنا عن الموضوع ده، الا ان انا شايف ان الضلمه شيء مش حلو على طول الخط، ومسبب كبير جدا من مسببات الكآبة. حياة أو ضواحي أو السبربان لايف زي ما بيتقال هنا في أمريكا. أمريكا منتشر فيها جدا الضواحي، وأغلب الناس هنا عايشة في الضواحي، وخاصة الناس اللي عندها عائلات وأطفال. وأنا أعتقد إنه أغلب الناس اللي بتتابعني، اللي ممكن تكون بتتابعني يعني في أمريكا دلوقتي أو بتتفرج على الفيديو ده، هي ساكنة أكيد في ضاحية من ضواحي المدن الكبرى اللي بتبقى موجودة في أمريكا. طيب ايه تعريف الضاحية؟ الضاحية هي مدينة صغيرة على أطراف مدينة كبيرة. طيب تعريفها ايه بقى بالنسبة لأمريكا هنا؟ لأنه أمريكا ليها طبيعة خاصة، وأمريكا تعتبر أصلا بلد طابعها ريف يعني. باختصار شديد، احنا لو رسمنا خط مستقيم كده، وفي طرف الخط الأول الحياة الريفية، وفي طرفه التاني حياة المدينة والحضر، فأنت هتلاقي الضواحي نقطة في المنتصف ما بين حياة الريف وحياة الحضر. يعني معنى ايه الكلام ده؟ معناه فهي مما لا شك فيه يعني حياتها أجود بكتير من حياة المدينة، أكثر هدوءا وأقل صخابة. طيب أنا إيه مشكلتي مع الضواحي وليه بعتبرها من مسببات الكآبة؟ الفكرة كلها إنه الضواحي مبنية على أساس العزلة، إن أنا بعزل الناس عن حاجات كتيرة جدا. أول مرحلة من مراحل العزلة أنا عزلت الناس عن المدينة الكبيرة، وخليتهم يسكنوا في أماكن ممكن تبعد بحوالي ساعة عن المدينة الكبيرة. بعد كده جبت الناس اللي انا عزلتهم في الضواحي، وعزلتهم جوه الضواحي عن المناطق التجارية بتاعتهم، فأصبح الناس ساكنة في منطقة والأسواق موجودة في منطقة تانية، فيما يعرف باسم الزونينج. وبعد كده خدت الناس اللي سكنوا في منطقة معينة جوه الضواحي، عزلتهم بينهم وبين بعض، فكلهم أصبحوا ساكنين فيما يعرف باسم السنجل فاميلي هوم. ودي بيوت ما بتبقاش مربوطة بجيران، يعني لا يمينك ولا شمالك ولا فوقك ولا تحتك ولا أي حاجة. فانت مع الوقت هتحس ان انت عايش في كبسوله. طبعا انا عارف ان في ناس كتير هتقول لي يا اخي البعد عن الناس غنيمه، ويعني انت عاجبك اللي بيحصل في مصر او بيحصل مثلا في المناطق الشعبيه، طب ما ده كده احسن. انا متفق تماما مع الكلام ده، لكن في نفس الوقت ما يبقاش الحل كده ان احنا كلنا نبقى منعزلين تماما، لانه انت في الضواحي بتمشي احتكاكك مع البشر يكاد يكون معدوم. مفيش اي فرصه ان انت يعني تبني اي علاقات اجتماعيه مع اي حد. انت بتمشي في الشارع تقريبا ما بتلاقيش ناس ماشيه في الشارع. غير كده وكده انت طول الوقت راكب عربيه،
يعني مفيش مثلا شوارع تمشي فيها على رجليك علشان خاطر تروح الاسواق، لا، انت لو في سكر او ملح او اي نوع من الحاجات الصغيره جدا اللي انت محتاج تشتريها للبيت نقص، ولقيت ان انت محتاج ان انت تنزل تجيبه، هتاخد عربيتك وهتروح للاسواق اللي موجوده. ف حياة الضواحي ونمطها للأسف الشديد في بعض الأحيان بيكون سبب من مسببات الكآبة، خاصة لأغلبنا اللي جاي من مناطق عربية معروفة إن كثافتها السكانية عالية. أنا واحد من الناس آخر مدينة عشت فيها في السعودية كانت الدمام، وما أدراك ما الدمام، يعني الزحمة والعربيات والأبراج الطويلة. الجو طبعا غني عن التعريف، وخلينا نقول انه هو اكبر تحدي هيقابلك في بلد زي امريكا. يعني الجو هنا مش مستقر، متقلب دائما، واغلب مناطق امريكا هتلاقي فيها الجو يعني ايه بيميل لناحيه من نواحي التطرف، اما انك تلاقيه برد جدا او تلاقيه حر جدا. برنامج الويذر اب ده او برنامج الارصاد الجويه اللي بينزل على الموبايلات ده هيبقى صديقك الدائم. انت هتبقى محتاج انك تشوفه كل يوم وتعرف درجات الحرارة ايه علشان خاطر آآ آآ تحدد انت هتلبس ايه، وهتحدد انت هتاخد انهي طريق بالظبط. فلا شك فيه طبعا انه الجو المتقلب ده سبب كبير جدا من مسببات الكآبة، خصوصا لما تكون عايش في بلد الشتاء فيها طويل، في ولاية زي اللي احنا فيها دي الشتاء فيها طويل جدا. تبقى محبوس طول الوقت في الشتاء، ما بتخرجش، ما بتتعرضش للشمس كفايه. حتى في الصيف، يعني لما بنيجي في الصيف الجو برضو متقلب، يعني في امطار، في رياح. اذكر مثلا ان احنا كنا متفقين انا وزوجتي ان احنا هناخد الولاد ونفسحهم، هنطلع زياره كده صد رد لشيكاغو. فكان شفنا البرنامج وشفنا درجات الحراره قبلها باسبوع، لقينا درجات الحراره كويسه وان الجو مناسب وينفع نطلع اليوم ده. صحينا من النوم الصبح وركبنا العربية وشايفين الجو قالب والسماء لونها مش حلو وبتاع. دخلنا على تشات جي بي تي وسألنا، ففوجئنا انه لا، ده شيكاغو نوت ريكومندد ان انت تسافر النهارده، واحتمال كبير جدا يبقى فيه سيول. فلك ان تتخيل ان احنا اضطرينا نلغي الرحله واحنا راكبين العربيه وراجعين، يعني لفينا بالعربيه ورجعنا تاني البيت. فالجو محبط، ممكن يسبب لك احباط وممكن يسبب لك كآبة. التلج لما بينزل في الشتاء بتحس ان كأن طبقة شمع نزلت شمعت البلد كلها، بتقفل المحلات، بتقفل البيوت. طبعا التلج لما بيتراكم كمان بيقفل اعتاب البيوت واعتاب الجراجات واعتاب المحلات، فبتحس كده ان الدنيا مقلوبة يعني. ف الجو مش محتاج ان انا اسهب فيه كتير لان ده شيء واضح، وخلينا نقول انه نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا جو المنطقه العربيه يعني اللي احنا عايشين فيها. صحيح هو بيبقى حر جدا في الصيف، لكن الشتاء بتاعه هادي يعني. كأبتكم اني اسف، ما كانش قصدي. خلينا نشوف برضو بعض الحلول، يعني ما يبقاش الكلام كله كلام سلبي كده. فأنا شايف إن الحل الوحيد علشان نقدر نخرج من حالة الملل أو الاكتئاب اللي ممكن تصيبنا هنا نتيجة إن إحنا بعيد برضو عن وطننا الأم هي الانشغال. وطبعا مش مقصود بيها الانشغال إنك تنشغل في شغلك، لأن ده هيفاقم المشاكل أكتر ويزودها أكتر. لا، الفكرة بالانشغال إن أنت تشغل نفسك في أنشطة تانية كتير. أول حاجة مثلا أنشطة عائلية أو أسرية، يعني تحاول ان انت تعمل خروجات وترتب لها من بدري، فسح وزيارات مثلا لمدن حواليك، حتى لو انت شايف انها مملة، حتى لو انت شايف انها مش مجدية وانها ما فيهاش عناصر جذب، لكن حاول تعملها. جو الترتيب للرحلات ده بيدخل كده حالة من البهجة للأسرة. تاني حاجة، لو في صديق أو قريب أنت كنت جاي عليه هنا في أمريكا وانت بتحبه وهو بيحبك، دي نقطة مهمة جدا يعني. حاول ان يكون ما بينكم وبين بعض روتين للزيارات، يعني ما تبقاش بس العلاقة ما بينكم بالتليفون. وروتين الزيارات ده مش مقصود بيه مرة كل اسبوع، طبعا هي حبذا لو مرة كل اسبوع، ولكن خلينا نقول مثلا مرتين في الشهر، او حتى لو مرة في الشهر، لكن تبقى زيارة عائلية كبيرة والناس تقعد مع بعض. يعني صدقوني القعدة مع الأصدقاء أو الأقارب
اللي احنا كنا بنقعدها مثلا مرة كل يوم خميس أو كل يوم جمعة في بلدنا، وكنا نقعد نتكلم ونحكي مشاكل الشغل وبتاع. حقيقة كانت بتزيل هموم كتيرة كده، وبتغسل الواحد من جوه وبتصفي همومه. فلو عندك فرصة انك تلاقي حاجة زي كده اعملها. وانا طبعا مش هقول لك كلام مش منطقي واقول لك حاول تكون صداقات، لانه خلينا نبقى متفقين ان تكوين الصداقات هنا في امريكا من تسع المستحيلات. حاول ان انت تلاقي برضو انشطة اندور تشغل بيها وقتك انت وولادك. يعني خلينا نقول انه الانشطة الاوت دور او الانشطة الخارجية مع الشتاء في ولايه زي اللي انا عايش فيها دي بتنتهي. لا ولادك يقدروا يروحوا حدائق، لا يقدروا ان هم يركبوا دراجات مثلا، ولا يقدروا ان هم يروحوا شواطئ. فمهم ان انت تلاقي مكان اندور تقدر تمارس فيه الانشطه بغض النظر عن الجو بره. فمثلا عندك الواي ام سي اي، يعني لو عندك من السعه الماليه ان انت تشترك في مكان زي ده اللي هو زي يعتبر مركز الشباب كده هنا، يكون افضل. لو عندك من السعة المالية انك تخلي اولادك يشتركوا في انشطة رياضية، يكون ده افضل. برضو من ضمن الحاجات السفر والعودة للوطن. وانا خليتها اخر حاجة لانه دي بتتطلب ان انت يكون عندك سعة مالية كبيرة يعني. لانه لما تكون عندك اسرة كبيرة مكونة من 4 أو 5 افراد مثلا وعايز تسافر، فالتذاكر مش هتقل ابدا عن 6000 ولا 7000 دولار، الى جانب طبعا المصاريف اللي انت هتصرفها هناك. فخلينا نقول انه لو انت قادر ان انت تعمل حاجة زي كده، ده هيكون انسب حل. في النهاية احنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمه علينا، وبنتعلم وبنتأكد انه مفيش حاجة كاملة، وانه الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى دايما ان احنا يعني ينعم علينا بنعمة التأقلم والرضا. وشكرا جزيلا لو تابعتونا لهذه النقطة، وسلام عليكم.